السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل الرول الجميل دوت محشي بالشوكولاتة. انا سميته كومبو الشوكولاتة علشان هو كان كبير جدا زي ما هتشوفوا معايا، والصراحة ما كانش هيبقى اسم الفيديو كده. الفيديو كان فيه 3 وصفات في قلب بعض، بس للأسف الكاميرا ما صورتش، او التليفون نسيت افتح الفيديو وانا بصور، فحصل خير يعني ان شاء الله. فهي دي بقى الكومبو ده هو اللي اتصور، علشان كده وصفتنا اختصرت على ايه؟ على الكومبو بالشوكولاتة. تحفة جدا، وزي ما انتوا شايفين الشوكولاتة طالعة من جميع الجهات. هنبدأ وصفتنا على طول ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا زي ما انتوا شايفين كده كوباية لبن دافية كبيرة، معايا 4 معالق سكر، معلقتين كبار خميرة فورية، معايا بيضة، معايا 3 معالق زبدة متسيحة وباردة. دلوقتي انا بدوب السكر والخميرة واللبن في بولة لوحدهم كده دافيين، وبربهم كويس وبسيبهم على جنب عشان اتأكد من خمران الخميرة بتاعتي واعرف انها فعالة. تمام. انا الوصفة النهاردة كنت محتاجة فيها كيلو دقيق، بس طبعا اللي هيبان معاكم ده مش كيلو دقيق، يعني قولوا مثلا خد بتاع نص كيلو دقيق، لان بقيت الحاجات التانية اللي انا عملتها زي ما قلت لكم كده ما حصلش نصيب وتصورت. هنا بنخل الدقيق بتاعي كويس جدا. طبعا كلنا متعودين قبل الكيك وقبل المخبوزات لازم نهز الدقيق كويس وننخله، علشان ده بيساعد على طراوة العجين، وبرضو لو كان في اي شوائب برضو بنتفاداها. وحطيت هنا معلقة صغيرة ملح، وبقلب المكونات كويس جدا في قلب العجان بتاعي. على فكرة العجينة دي لو اتعجنت برضو على الايد حلوة قوي وسهلة وطلعي طاقتك فيها. بس بقى احنا خلاص ياما عجنا على ايدينا والحمد لله. وللأسف يعني أنا بحب العجين جدا، بس طبعا إيه، يعني بنريح نفسنا شوية. حطيت هنا البضاية، وحطيت كوباية مية كمان بنفس الكوباية اللي أنا كنت معايرة بيها اللبن. وبسم الله ما شاء الله الكيلو دي كان على الشعرة، محتاجش ولا معلقة مية. المج الكبير بتاع اللبن الدافي ومج المية، ومحتاجتش فوقيه أي حاجة تاني. والبضاية ومعلقتين الخميرة ورشة الملح ومعلقة الخل، نسيت اقول لكم عليها، مهمة جدا في العجانات، في المعجنات. يعني انا كنت حطيتها على مية الخميرة، بس برضو نسيت اقول لكم عليها بس بعد ما الخميرة اتفعلت. هنا بقى بحط ايه الزبدة المتسيحة بتاعتي اللي هي الباردة، بس انا كنت مفككاها على النار وسبتها لما تبرد خالص في الاخر. وهي زي ما انتوا شايفين العجينة هسيبها تتعجن في العجان اهي. تبصوا بسم الله ما شاء الله زي الفل اهي، تحفة. ملمسها ناعم جدا. مش محتاجة اي حاجة غير انا قلت بس ايه، المها شوية كده بايديا واتأكد من طراوتها، وخلاص على كده هندهن الحلة اللي انا عجنت فيها زيت كده، وادهن وشها زيت واغطيها واسيبها تخمر بقى ايه براحتها. تاخد لها من نص ساعة لساعة الا ربع، عشان الجو طبعا اصبح ساقعة غير ايام الصيف كانت بتتفاعل على طول. نغطيها كويس بقى عبال ما نلم حاجتنا كده اللي حوالينا، وبإذن الله اهي خمرت وبقت زي الفل. هتشوفوا دلوقتي الخمران. بصوا العجان بتاعي يا جماعة على فكرة قلبه كبير جدا، فعشان كده انتوا العجينة مش شايفينها انها طالعة لفوق قوي، لكن لو كانت في البولة اللي انا كنت تملي بسيب فيها العجين كنتوا هتشوفوا. طبعا انتوا شايفين العجينة مهوية ازاي، وباين الخمران بتاعها بسم الله ما شاء الله. هنا بصوا بلم في فتلة هنا جت من الفوطة اللي انا كنت مغطية بيها، بشيلها بتفاداها خالص. بلم العجينة كويس اهو. كنت انا بقى هنا ايه وعماله اقطع وبعمل علشان الرولات اللي انا عملتها. كنت عملت رولات حادق وقلت هعمل رولات حادق وحلو وكده، وما حصلش نصيب. هتشوفوا المقطع بس التقطيع، والباقي كده هتلاقوه ايه مش موجود.
هنا بقى هبتدي افرد العجينة بتاعتي اهي، الجزء الكبير اللي انا كنت واخداه عشان اعمل بيه الرول بتاع الشوكولاتة. انا الصراحة انا ما كنتش ناوية اعمله رول كبير كده، كنت هعملهم حاجات صغيرة، بس كنت من الوقفة تعبت في الجزء اللي هو اتحذف دوت، والحمد لله التعب يعني راح على الفاضي. بس ما راحش على الفاضي ولا حاجة، اهو كان في البيت برضو. بس انا كنت نفسي اصوره لكم، بس ان شاء الله هنعمل تاني. وهنصور حاجات كتير مع بعض. هنا بصوا انا فردته وبفضل اظبط فيه وافرد كده على سمك مثلا اقل من نص سنتي، يعني تبقى العجينة كلها سمك واحد، وتفضلي تظبطيها بايديكي توصليها انها تبقى مربعة ما تبقاش مدورة، علشان لما تيجي ترولي السندوتش بتاعك ما يبقاش يعني ايه جاي من الجناب كده في حروف كده غير التانية، هو عايز لازم يكون مربع. هنا جبت شوكولاتة اللي هي قابلة للدهن، اللي هي طبعا النوتيلا كلنا عارفينها، وبحطها هنا بالمعلقة، وبساعد بالمعلقة التانية، بنزل بالمعلقة التانية، بقفل عليها طرف العجين كده بصوا كويس جدا، وباجي في الاخر بشرط كده اهو. نفس الطريقة دي بقى انت ممكن تعمليها على معجنات صغننة، يعني انا كنت عاملاها قبل كده في القناة القديمة اللي متابعيني والبنات حبايبي وصحابي وكل اللي عارفيني، انا كنت عاملاها في القناة القديمة. ممكن يعني حتة عجينة صغننة وتروحي عاملة الطريقة ديت، وتحطي الشوكولاتة او الجبنة، وتروحي عاملة بالسكينة بتاعتك الفتحات ديت، وتروحي رلاها تطلع معاكي بالمنظر ده. هنا بقى كانت في حتة عجينة في الاخر خالص صغننة كده، كورتها الكور ديت اللي انتوا شايفينها بتاع هنا 6 6 12 14 كورة، عملت كل كورة هنا 7 زي ما انتوا شايفين، كرة في النص وست كور صغننين حواليها، زي اكنكم كده ايه بتعملوا خلية نحل، بتعملوا في كحكاية مضفرة اهي مع بعضها. انا قلت بقى ديت تبقى فاضية الولاد يغمسوا بيها الصبح مع الشاي جبنة الكلام ده. عايزة اقول لكم انا احتجتها اكنها كايزر صغير او ميني ساندويتش، عملتها لهم حلو وحادق برضو، يعني حشيت منها شوكولاتة، بقيت افك كده واحدة واحدة، وحشيت منها جبنة مع كوباية الشاي الصبح. وطبعا هنا هو الدهان بتاعي كان ولا بيض ولا اي حاجة، شوية معلقتين عسل اسمر على معلقة مية، ودهنت المعجنات بتاعتي ورشيتها بالسمسم. طبعا الفرن هنا كان والع على درجة حرارة 200، ودخلت الصينية بتاعتي ديت في قلب الفرن. الكومبو بتاعي دوت ما جاش بطول الصينية، جيب الورب كده زي ما انتوا شايفين، لانه هو بسم الله ما شاء الله كان فيه بتاع حوالي 50 سنتي، يعني طوله كان حوالي 50 سنتي اهو زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله تحفة جدا. اول ما طلع طبعا لازم نغطيه عشان المعجنات بتاعتنا تفضل طرية. وكنت برضو هنا فرشة الصاج زي ما انتوا شفتوا ورق زبدة، ببتدي اطلع اهو، طلعت اللي هي خلية النحل ديت اهي بايدي، وبعدين ببتدي اسلك ده بصوا بسم الله ما شاء الله، لازم اسنده سندته بايدي الاتنين لانه كان زي ما انتوا شايفين الحجم الله اكبر، يعني كان تحفة وطويل. بصوا كان عامل ازاي. طبعا انا عملت العملة دي لاني كنت خلاص جبت اخري ومش قادرة ان انا اقف اشكل حاجات صغننة تاني بعد اللي كنت عاملاه. بس كان بقى بجد والله يعني فكرة حلوة وجميل، وحاجة جديدة محدش عملها قبل كده. كله خير. ايه رأيكم؟ بصوا الشوكولاتة طالعة باظة كده من كل الجهات، وهنقول زي اللي بيقولوا ايه، باظيز باظظ خالص. ويلا اقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني ان شاء الله في احلى الوصفات.